بقت مبتسمه. يعني عارفه البلد كانت حزينه وكانت مكشره وكانت كئيبه، تبصي في وشوش الناس كله مكتئب وكله عارفه ايه، كل واحد متنمر للتاني. يعني في حده كده، في غصه في يعني في قلوبنا. فالحمد لله الناس دلوقتي بقت مبتسمه، الناس رجعت لها البهجه، حاله البهجه رجع لها الحماس. كنا خلاص اكتئبنا، انا واحده من الناس كنت اكتئبت وماليش نفس للشغل وماليش نفس للدنيا. دلوقتي نفسي مفتوحه جدا على الدنيا، عايزه انزل واشتغل وانجز واعمل حاجات جميله للفن والمصر. الدنيا اتغيرت حواليا، يعني الصوره كلها بقت اجمل. بص انا شايفاه اخويا، عمي، خالي، مش حاسه انه رئيس دوله، مش مديني الاحساس ده. مديهوني بس في القرارات اللي هو حاسه انه كبير العيله، كبير الاسره. الاسره دي عندها مصيبه، الاسره دي عندها كارثه. الراجل ده خلانا نشترك معاه في 30/6، وبالتالي هو بيوضح لنا احنا فين، مش بيكذب، مش بيتجمل. ولولا الرجل الوطني الشريف اللي بعتته العناية الإلهية كنا لبسنا في حيطة ورجعنا 200 سنة لورا. أتمنى إننا نكون استوعبنا الدرس كويس ونتعلم بقى نحافظ على بلدنا وما نسمحش لحد يسوقنا قدامه. شخص موثوق بيه جدا، يعني يدعو للثقة. حسيتي كده؟ طبعا. بيتكلم بمنتهى الاتزان، ما بيغلطش في حد ابدا، حتى لو الاخرين غلطوا فيه هو ما بيغلطش اطلاقا. شفتوا؟ دول فنانينكم يا اولاد البلد، يا شعب مصر. محمد صبحي ده خدع ناس كتير جدا. الراجل ده انا عاشرته شخصيا بقى، سوفسطائي. عارف السوفسطائي يعني ايه؟ اللي هو يتكلم بما لم يقتنع او مش باللي جواه. ده اللي كان جنب مبارك في توشكي، فاكرين؟ وده اللي عمل ماما امريكا وعمل الراجل الثوري الجامد قوي مش عارف ايه والحاجات اللي زي كده. في المواقف العاديه اللي في الواقع انكشف. عارفين مدينه سنبل دي اراضي طبعا تبع الدوله واتاخدت، وقال لك هيعمل مسرح وهيعمل بيوت للفنانين العواجيز ودار مسنين واحلام. وبقت الارض بتاعته وبنى فيلته وبنى استوديوه وبقى شغال لنفسه ولمصلحته، ويعرف يلم فلوس قوي، يعرف يعمل مشاريع ويلم فلوس. ادي ده محمد صبحي اللي خدع ناس كتير جدا. في الاخر لقيتوه جروا ورا الشعب اللي هو عمله، اللي هو دفع فلوس وخلاه محمد صبحي. وادي الهام شاهين اللي راحت تترقص، ده لسه عندها امل في الحياه. وادي هالة صدقي، وادي احمد بدير، وادي فردوس عبد الحميد. فردوس عبد الحميد كانت بتتكلم عن جهاز الكفته بكل، يعني الناس دي عملت ادوار ثوريه وعملت ادوار وطنيه. تخيلوا لما يبقى فنانين ليهم تاريخ طويل من الفن وفي غمضة عين يردموا على تاريخهم بالانحياز لقاتل زي ده، ينحازوا للحاكم على حساب الشعب، ينحازوا للسلطة على حساب الناس اللي المفروض قدموا فنهم ليهم وعنهم. في النهاية الفنان بيبني تاريخه على الأعمال اللي بتلمس الواقع، اللي بتنحاز للناس البسطاء، اللي بتنقل همومهم وقضاياهم وتعبر عنهم. مش تطلع سوراجي في مسلسل ولا فيلم وفي الواقع تبقى مع السلطة وبتعادي الشعب وتظلمه. في الحالة دي تبقى فنان كذاب ومنافق ولا تؤدي رسالتك، تبقى ارزقي مالكش زي اللي هم بيقولوا عليهم المرتزقة، مالكش غاية ولا رسالة ولا هدف، تبقى بتاكل عيش ومالكش علاقة بالمبادئ ولا بالقيم اللي بيعبر عنها الفن. دول الفنانين اللي المفروض في أحواه الصدق، والمفروض بيعبر عن سلطته، بيعمل دور الثوري، بيعمل دور الوطني، وفي الآخر يطلع كذاب ويطلع محابي للسلطة. ليه بقى حضرتك؟ لأن الغالبية ملطوط وعليه فضايح فبيتجند بسهولة، يا إما عايز يوجد له مكان ويفضل مستمر في نجوميته وفي لمعته ومش هيلمعه غير الشؤون المعنوية والأجهزة السيادية المخابراتية. ايه رأيكم بقى فيهم؟ في فنانين قاموا بأدوار ثوار بشكل جميل جدا بيعبر عن الواقع،
لمجرد ما ينتهي العمل يظهر وشهم الحقيقي الواقع. ده اسمه ايه؟ مش اسمه نفاق؟ لما تعمل فن وفي الحقيقة تعمل عكس اللي انت قدمته، يبقى انت بتضحك على الناس وبتضحك على المشاهد اللي صدقك في الفيلم، لكن شافك وانت ضد الشعب. في الحقيقة انت ضد الشعب، ضد الثورة اللي قام بيها شعب، ضد واحد ظالم. وكنت كلكم وانا كنت في وسطكم عارفين كل ده، بس تعرفوا تطبلوا. يعني انا في مرة عيد اعلاميين كان ايام مبارك، والله داخل رايح محتاج فلوس، كنت قاعد في شقه مفروشه وعايز اجيب ليا قسط، رحت قال له ده اجازه، عيد الاعلاميين النهارده اجازه. فلقيت فنانين كتير داخلين، قال لك ايه؟ قال لك دول اللي اشتركوا في اعمال رمضان. قلت له ده انا كل اعمال رمضان كنت في ليالي الحلميه وعامل البخيل وانا وعامل حاجات كتيره جدا، ليه ما تبعتليش دعوه؟ واتخانقت طبعا، وانا اساسا كنت جاي عشان عايز اخد الفلوس عشان ادفع الايجار. فطبعا رئاسه الجمهوريه جت دخلتني، دخلت لقيت كل نجوم ونجمات الوسط الفني قاعدين في استوديو اسمه استوديو 10. انا طبعا فرحان قاعد في وسط الفنانين والنجوم والبتاع، قاعد بتفرج عليهم وفرحان. الوقت خد 3 ساعات، 3 ساعات. في الاخر انا مش عارف هم قاعدين مستنين ايه. في الاخر لقيت مبارك جه وقام داخل، قال له ايه ده يا صفوت؟ انت ما قلتليش انهم موجودين. قال لهم طب كل الساده الفنانين، ده ممدوح الليثي بقى يجي يشيلوه على سياده الرئيس. قامت الحاجه تحية كريوك الله يرحمها، قامت قالت له ما تيجي انت يا اخويا. ما يجي هو يا اخويا يجي يسلم، فاتلبخ الراجل وقام مسلم عليهم وقام ماشي. تخيلوا قعدوا 3 4 ساعات عشان يسلموا وسابهم ومشي. ادي التطبيل، ادي الفنانين اللي بيخدموا السلطه والرئيس. لكن الشعب اللي هو لحم كتافهم من خيره، اللي هو صنعهم، قضيته قضيه الفنان ايه؟ الشعب المطحون المظلوم اما يلاقيك وقفت مع الظالم وتهتف له وتقول له افرم. يفرم مين بالظبط؟ يفرم الناس؟ يفرم الشعب اللي عملك وخلاك فنان؟ يفرم الناس اللي انت بقيت فنان مشهور وغني ومعروف بسببهم؟ عادل امام في يوم من الايام قال انا بصرف فلوس مصاريف باهظه وعندي عربيات باثمان باهظه وعايش عيشه باهظه التكاليف، كل ده اللي بيصرفوا عليها الشعب المصري. يعني انتوا معترفين ان الشعب المصري اللي بيصرف عليكم. في الاخر ما تقفوش جنب الشعب. الحقيقه ده نفاق وتطبيل الفنانين للسلطه، مش مقتصر عليهم بشكل فردي بس، احنا كمان دخلنا في مرحله السيطره على الفن. الجهات السياديه والمخابراتيه سيطرت وبقى الانتاج نابع منها، بقى في التلفزيون وفي السينما وفي كل حاجه حد ايه يعني ماسك الحكايه عشان يبقوا مسيطرين على القوى الناعمه اللي هي اكثر تاثيرا على الوعي. في واحد اسمه ياسر سليم ضابط مخابرات سابق، صنعوا منه منتج انتاج فني ويبقى من اكبر منتجين الدراما المصريين خلال 2 سنين. يعني مسلسلات ينتجوها تلاقيها كلها بتبيض وش الشرطه والداخليه والدوله والنظام. ده انا اشتغلت في مسلسل شبيه بحاجه زي كده، الكاتب بتاعه كان وكيل نيابه وبيكتب للسلطه. لما اشتغلت في مسلسل تاني شالوا نص الدور لما عرفوا ان انا ظهرت، لان انا كنت ممنوع من الشغل. النظام ده يا جماعه شغل عصابات مش ناس هواه. يعني الفن هم عارفين قوته، القوه الناعمه عارفين قوتها على التاثير على الوعي وعلى الشعب المصري، عارفين الشعب طيب وبيحب الفنانين فهيتقبلوا منه، عشان كده بيستخدموه في حربهم ضد الثوره وضد الشعب. انا هنا بقى بجد والله وبكل صدق واخلاص، الرجل الله يرحمه الذي رأيته وأكاد أجزم أنه الوحيد الذي كان يؤدي رسالة الفن، لأنه تربى على إيد جيل محترم، يوسف وهبي وجورج أبيض يعني أجيال محترمة اللي كانت أيام الملك وكان عندهم حرية وكان بيعبروا عن الفن للفن ورسالة الفن والقيم الاجتماعية والإخلاقية. فضل هذا الرجل محتفظ بالقيمة الإخلاقية، وهو النجم الفنان المرحوم فريد شوقي، ابن شعب مصر
اللي كان بيمثل 90% من شعب مصر. الراجل ده اما اتبناني في اعمال معاه كان يقول لي ان اساس المجتمع التربية في البيت. احنا بنربي البيت، فبالتالي لازم نحافظ على القيم الاجتماعية، لازم نحافظ على القيم الدينية، لازم نحافظ على القيم الإخلاقية. ماشي؟ أنا كده بقول لكم إن فريد شوقي كان الوحيد، أو أكاد أجزم أنه كان الوحيد صاحب القضية أو قضايا، وكان دائما يبحث عن القضايا اللي تخص الشعب المصري، القضايا اللي تخص 90% من الشعب المصري. كان يبحث عن القيمة الاجتماعية اللي ممكن تأثر وتربي أجيال أو تربي البيت، عشان لما البيت يبقى فيه التربية كويسة المجتمع هيبقى كويس. عشان كده أنا عايز أختم الحلقة بمقطع للفنان الجميل الراحل أبويا الروحي فريد شوقي، مقطع معبر جدا عن قضية وبيلخص أزمتنا ومشكلتنا في الوقت الحالي، وهي الحكم العسكري. وقبل ما أسيبكم مع المقطع ده هختم معاكم الحلقة وأقول لكم نشوفكم الأسبوع الجاي. وزي ما بختمها بقول يا عسكري يا اللي واقف بالفرس على جتتي، لا انت البطل ولا انت فتوت حتتي، انت عار على حتتي، عايز تاخد البلد خدها بس على جثتي. وبقول لك ده قول شباب مصر، عاجلا ام اجلا سيحدث انفجار لشباب مصر، عاجلا ام اجلا سينتهي حكم العسكر ويسقط حكم العسكر. واسيبكم مع النجم اللي قدم رسالة لشعبه، اللي حافظ او اللي كان في اعماله كلها بيحافظ على رسالته وبيهتم بقضايا الشعب، فريد شوقي الله يرحمه، وهو يعبر عنا الآن. على البركة واشوفكم على خير وتصبحوا على خير. تقصد ايه بكلمة ارحلوا؟ اقصد معنى كلمة ارحلوا. مين اللي قال لك كده؟ ضميري. قبضت التمن من مين؟ تمن ايه؟ تمن الخيانة والتشكيك. انا مش خاين، الشيوعيين هم اللي دفعوا. انت عضو في الحزب الشيوعي السري. انا مصري. يبقوا الاخوان. اخوان مين؟ حرزنا في بيتك $500 و1000 روبل. جبتهم منين؟ كده انا عمري ما شفت الدولارات شكلها ايه. تقصد ايه؟ ان احنا اللي حطيناهم؟ لا والله، الرجعية المصرية وراك، هي اللي عندها دولارات. انا حر، انا انسان حر، انا حر. انت مجنون، انت كلب، انت كلب. طلع الشكوى على